السلام عليكم ورحمة الله. حول مستقبل الصراع العربي الصهيوني في ضوء ما نشر أخيرا من وثائق تتعلق بالمفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، نحاول أن نقدم لحضراتكم في هذه الليلة رؤية واضحة، وذلك عبر حوارنا مع ضيفنا الكريم أستاذ عبد العال البقوري، الكاتب الصحفي الكبير والباحث السياسي المتخصص في شؤون الصراع العربي الصهيوني، والذي أسرى المكتبة العربية بعدد من الكتب القيمة في هذا المجال. أهلا بك أستاذ عبد العال. اهلا بك استاذ احمد، شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمه. شرفتنا أستاذ عبد العال. الله يخليك. أستاذ عبد العال، الآن أصبح في متناول القارئ العربي الاطلاع على حوالي 1600 وثيقة، يعني تقع في حوالي 6500 صفحة. يعني أبرز ما جاء في هذه الوثائق هو ما يتعلق بمحاضر اجتماعات الطرفين اللي تفاوضوا عن الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. إذا شئنا أن احنا نصنف هذه الوثائق، فبعضها يتعلق بالأرض، وبعضها يتعلق بقضية الأرض، والبعض يتعلق بقضية اللاجئين، والبعض الآخر بقضية القدس، وأخيرا البعض الأخير يتعلق بشكل التعاون بين الجانبين أو ما يسمى بالتنسيق الأمني بين الجانبين. عايز أبدأ مع حضرتك عند ما يتعلق بمدى صدقية هذه الوثائق في البداية. استسمح بدايه يا أخ احمد ان نحن نضع هذا الحدث في اطاره الاشمل. واي حدث فلسطيني فان اطاره العام او الاشمل ثلاثي الاركان: عربي، اسرائيلي، امريكي. اذا نظرنا الى هذه العوامل، ونستطيع ان في هذه الحلقه ان نتحدث عن هذه الوثائق او الاوراق او السجلات، لانه في خلاف كبير جدا بين منظمه التحرير الفلسطينيه الان وبين قناه الجزيره حول توصيف هذه الاوراق. البعض يعترف انها اوراق موجوده وصحيحه، والبعض يشكك فيها. على اي حال نحن لن ندخل في هذا، وانما ننظر حول توقيت اذاعه هذه الاوراق. احنا كاعلاميين سؤال لماذا هذا الوقت بالذات سؤال غير وارد بالنسبه لنا، لأن كل خبر جديد. سؤال هام: لماذا عندما تتوقف المفاوضات بالذات في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات؟ نضع كل هذه العوامل في تقديرنا، ولكن نرصد ثلاثة عوامل أساسية. عربيا، الأحداث الأخيرة الجارية في أكثر من بلد عربي ونطوي صفحتها وندعها بدون تفصيلات. والحدث الأخير بالنسبة للإسرائيليين خروج إيهود باراك وزير الدفاع من حزب العمل وإقامته لتكتل جديد باسم الاستقلال. على المستوى الأمريكي وانضمامه من خلال هذا التكتل للحكومة الإسرائيلية. بقاؤه في وزير للدفاع في الحكومة الإسرائيلية مع ثلاث حقائب أخرى لهذه الكتلة. على المستوى الأمريكي أبرز شيء يتعلق بمثل هذه الوثائق أو الأوراق، معلش دعني أستخدم كلمة أوراق حتى لا نغضب بعض الأصدقاء في منظمة التحرير الفلسطينية. الحدث الأهم والذي ندور في إطاره أن تراجع الرئيس الأمريكي على الوعود التي كان قد قدمها من قبل، وعلى رأسها الوقف الشامل للاستيطان طالما أن هناك مفاوضات. في ظل هذه العوامل الثلاثة العربية والإسرائيلية والأمريكية، العوامل الثلاثة الأساسية، جاءت إذاعة هذه الأوراق بالشكل الذي شرحته، وأظن هذا المساء هتكون هناك حلقة خامسة من هذه الأوراق. فأثار الزوبعة سواء في الدوائر الفلسطينية أو ردود أفعال في الدوائر العربية. البعض يشكك فيها، البعض ينفيها، البعض يأخذ عليها الاجتزاء. أنا أستسمحك في أن نضع هذه الأوراق في إطار عملية التفاوض العربية الإسرائيلية منذ بداياتها. أنا لي مأخذ على هذه المفاوضات منذ بدأت على يدي الرئيس السادات الله يرحمه، أن المفاوض العربي دخل هذه المفاوضات دون أن يحدد ما الذي يريده بالضبط، وما الذي يمكن أن يساوم عليه أو يتنازل عنه، وما الذي يمكن أن يحصل عليه من عدوه الإسرائيلي. نحن وضعنا أهدافا عامة. دي ثلاث أسئلة مهمة أستاذ عبد العال، هنيجي ليها يعني في سياق الحوار. لكن الآن يعني فيما يتعلق بهذه الأوراق أو الوثائق زي ما حضرتك بتسميها، الجانب الإسرائيلي بيأكد أنها يعني دقيقة وصحيحة. الجانب الفلسطيني الدكتور صايب وعريقات كبير المفاوضين مؤخرا قال انها يعني هي وثائق وانها دقيقه، لكن عاب على اسلوب تناول هذه الوثائق بانه اجتزاء، استخدم لفظ انه تم تناولها اعلاميا على طريقه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. لكن هو في النهايه يعني في ضوء القراءه الاشمل لا يمكن انكار ان هناك حجم من التنازل. قد نختلف على مساله
هذا التنازل طال الثوابت أو لا، على حسب اجتزاء الإعلام للتعامل مع هذا أو لا، لكنه في كل الأحوال سيبقى هناك تنازلات كبيرة قدمها المفاوض الفلسطيني. كيف نفهم أنه حتى الطرف الإسرائيلي في ضوء هذه التنازلات لم يقبل بعقد صفقة مع نظيره الفلسطيني؟ قبل ما ندخل في المضمون هذه الوثائق أحمد، أرجوك فأن تسمح لي بأنه اتفضل. قناة الجزيرة فيما يقال الآن أنها حصلت على هذه الوثائق منذ أغسطس الماضي، أي قبل حوالي 7 شهور تقريبا، وأنها وضعتها بين أيدي مجموعة من الباحثين والدارسين لتتأكد من أنها وثائق صحيحة 100%. طيب إذا كان انتظرت من أغسطس الماضي حتى الآن، أنا لا أشكك في الجزيرة. الجزيرة عندها معدين ممتازين، عندها مذيعين ممتازين على درجة من المهنية العالية التي لا يستطيع المرء أن يشكك فيها مهما حاول. ممكن تختلف حول وجهات النظر التي يطرحونها، لكنهم هم مدققون في أعمالهم. إذا كنت أنت حصلت على هذه الوثائق في أغسطس الماضي، لماذا الآن؟ بالنسبة لنا احنا الإعلاميين سؤال لماذا الآن كما قلت غير مطروح، لأن كل حدث جديد يعتبر لنا أنه هذه أنسب لحظة لأنه نعلن فيها. ولكن ألم يكن أمام الجزيرة منهج آخر لتتناول به هذه الوثائق غير المنهج الذي قدمته له، خاصة وأنها تدرك وتعرف مدى حساسية هذه الأوراق ومدى ما يمكن أن تثيره، خصوصا وأنها تطرح في لحظة توقفت فيها المفاوضات، لأن المفاوض الفلسطيني تمسك بمبدأ لم يتمسك به من قبل للأسف الشديد، لا في كامب ديفيد الأول ولا في كامب ديفيد الثاني ولا في طابة ولا في أسلو، وهو أنه لن يقبل الاستمرار في التفاوض إلا إذا توقف الاستيطان بشكل كامل في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة. ولكن لما تيجي هذه الأوراق وتعلن الآن، أخذها الإخوة الفلسطينيون وخصوصا من يشاركون في هذه المفاوضات على أنها تسيء إليهم، تقلل من دورهم في التفاوض، وأنها تنسب إليهم تنازلات لم يقدموها. طيب لأنه طريقة الاجتزاء لأنه طريقة الاجتزاء هي التي جعلتهم يصلون إلى هذا. ماذا لو من حدث خلاص، لا نملك إلا كلمة لو. ماذا كانت يعني لو ستخسره الجزيرة لو أنها وضعت هذه 1500 وثيقة أو 1600 وثيقة بين يدي مجموعة من الباحثين، وتتفق معهم على طريقة عرض غير الطريقة التي قيل إن فيها اجتزاء، وأن هذا الاجتزاء أساء إلى الشخصيات المفاوضة. أظن أن ذلك كان سيكون أفضل من الطريقة التي تعرض بها كحدث إخباري، وليس كحدث يحتاج إلى التأني في عرضه وفي تقديمه وفي أسلوب تقديم. خلينا هذا حضرتك من هذه الناحية. وجهة النظر المقابل. لا هستسمحك أنا هطرح وجهة نظري لا في النقطة دي تحديدا أستاذ عبد العال، في النقطة دي تحديدا في وجهة نظر أخرى بتقول إنه هذه ليست وظيفة الصحفي أو الإعلامي، وظيفته بالأساس أن يطلع الناس على ما يقع تحت أيديه من حقائق. مسألة المؤامات السياسية دي بتبقى مسألة محل خلاف. النقطة الثانية إنه أنصار وجهة النظر هذه بيقولوا إنه هذا الفعل هو يشكل رادع أو يعني خط حماية يعني في مواجهة أي تنازلات مستقبلا، على اعتبار أنه هناك جهة تطلع الشعب الفلسطيني على ما يجري في الغرف المغلقة. أرجو أن لا يؤخذ كلامي سواء من سيادتك أو من المشاهدين على أني أدافع عن موقف منظمة التحرير أو عن المفاوض الفلسطيني. أنا أتكلم هنا كقارئ ومتابع لتطورات القضية الفلسطينية، وبالذات في فترة المفاوضات، سواء اعتبرنا فترة المفاوضات ابتداء من أسلو أو فترة المفاوضات ابتداء من منتصف السبعينيات. أنا أستطيع أستاذ أحمد أن أزعم على مسؤوليتي أنه ما من شيء جديد ذي بال مطروح في هذه الأوراق، وأن كل أو أغلب ما تضمنته طرح في مفاوضات أسلو على الأقل وما تلاها، مفاوضات كامب ديفيد الثاني في يوليو 2000 ومفاوضات طابة التي لحقت به. الأغلب من هذه الآراء والتنازلات طرح في هذا. دليل على ذلك أنا هقول لك حاجة، رواية بسيطة وهي منشورة في كتاب. يعني بدءا من أسلو أستاذ عبد العال، بدءا من أسلو وطابة وغيرها، كان مطروح مبدأ تبادل الأرض في القدس بهذا الحد، كان مطروح مبدأ التنازل عن السيادة عن الحرم القدسي والمسجد الأقصى وإيجاد حلول خلاقة.
كان مطروح مسألة التنازل عن حق 6 مليون لاجئ فلسطيني في العودة إلى أراضيهم. يعني إذا كان كل هذا كان مطروح من البداية، يبقى علامة الانتظار كل هذه السنوات دون الوصول إلى اتفاق. ما الذي يمكن تصور أنه إسرائيل تقبل به إذا كانت رفضت كل هذا؟ إسرائيل لا تقبل إلا لا بإعادة القدس إلى ما كانت عليه في 5 يونيو 1967، ولا تقبل عودة كاملة للضفة الغربية، ولا تقبل قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضها وعلى شعبها وعلى أجوائها. الآن يبدو أن الفلسطينيين لا يطلبون منهم كل ذلك. لا، أنا لا أستطيع أن أخوض في هذا ولا أن أتحمل مسؤولية، وإنما أنا برجع للسوابق التي سبقت ذلك وما حدث لهم. مبدأ تبادل الأراضي طرح للأسف الشديد في كامب ديفيد الثاني. بعض التنازلات للأسف الشديد في القدس الشرقية طرحت في كامب ديفيد الثاني. عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم طرح في طابة. هو قيل إنه وضع رقم اللي أفشل كامب ديفيد 2 كانت قضية القدس. قضية القدس أساسا هي التي أفشلت كامب ديفيد 2، ومع ذلك فقد ألقى الرئيس كلينتون المسؤولية على أبو عمار رحمه ودفع حياته ثمنا لذلك. طبعا دفع حياته ثمنا لذلك، أو ثمنا للعودة إلى الكفاح المسلح، لأن هم كانوا ظنوا أنه الإسرائيليين يعني أنه بعودة منظمة التحرير أو بعد قصقصة أجنحتها إلى التفاوض سيضعها في موضع ضعف ولن تعود مرة أخرى إلى القتال. أنا سأذكر لك واقعة معروفة ومحددة وذكرها يوري سابير، كان المفاوض المناظر للسيد أحمد قريع أبو علاء في أوسلو 1993. الواقعة أنه حينما وضعوا صياغات محددة لاتفاق أوسلو استعان الإسرائيليون بخبير دولي في صياغة الاتفاقيات اسمه يوئيل زينجر، استدعوه من الولايات المتحدة الأمريكية. قدم للإخوة الفلسطينيين في أوسلو 100 سؤال وانتظر منهم إجابتهم. أبو علاء أرسل هذه الأسئلة إلى المجموعة الراعية للمفاوضات التي كانت تقوم في تونس، قدمت إجوبتها عليها. شيمون بيريز اللي هو رئيس الدولة الإسرائيلية حاليا وكان وزير الخارجية في ذلك الوقت سأل زينجر بعد أن تلقوا هذه الإجابات: ما رأيك؟ قال له: سنكون حميرا لو لم نتفق مع هؤلاء. الكلام ده مسجل في كتاب يوري سابير، وهذا الكتاب مترجم في الأردن منذ وقت مبكر. وهذه الرواية أخي العزيز لم يكذبها السيد أبو علاء في كتابه الذي أصدره عن أوسلو 1993، بل أورد الأسئلة نصا، ولكنه لم يبين التعليق زينجر على هذه الرواية قد تحمل في أحد جوانبها معنى أنه كان في تنازلات كبيرة منذ البداية، وأنه يعني الإسرائيليين كان عليهم أن يقبلوا باتفاق مباشرة مع الطرف الفلسطيني. لا، الإسرائيليين كانوا يريدون أكثر. في تنازلات في تنازلات، بدليل أن قضية المستوطنات لم تطرح في كل مفاوضات أوسلو ولا في الاتفاقات التي تلتها، وإنما وضعت في إطار ما يسمى قضايا الحل الدائم التي أجلت والتي حتى هذه اللحظة لم تتزحزح خطوة واحدة. أوسلو 1993 كان المفروض أن المرحلة الثانية في 1996 يبدأ التفاوض حول قضايا الحل النهائي، ولما جاء 1996 عقد اجتماع شكلي لم يؤدي إلى شيء. فالتنازلات الأساسية التي قدمت من الجانب الفلسطيني على جميع المستويات وعلى جميع القضايا ظهرت في أوسلو وتشكلت أكثر في كامب ديفيد الثاني، وكانت المعضلة كما ذكرت سيادتكم هي قضية القدس، والتي رفض فيها أبو عمار أي مساومة. في قضية أوراق التي عرضت في طابة، وهي أوراق منشورة، وأنا آسف إن أنا ما جبتش معايا النص اللي أذيع عن مفاوضات طابة. وضع عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم، وضع بين قوسين وعدة نقاط، لكن قيل إنه كان الاتفاق
على ما لا يزيد على 200,000 من 5 ملايين اللي وصلوا إلى ما يقارب فلسطين 5.8 مليون حاليا، ما يقارب 6 ملايين تقريبا. طيب الآن وإحنا لسه بنتكلم عن السلطة الفلسطينية، خيارات السلطة الفلسطينية واضحة، هي تتحدث عن الكفاح السلمي، والكفاح السلمي هو يعني إذا يعني تأملنا في هذا المعنى يعني المفاوضات بشكل أساسي، لا يمكن إسقاط مسألة المفاوضات منه إذا أسقطنا الخيارات الأخرى من الكفاح. عرض أوباما كان في البداية دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة يعني مجيء سبتمبر المقبل. الآن الطرف الأمريكي زي ما حضرتك أشرت انسحب تقريبا من كل وعوده. يعني ما المنتظر في هذه ال9 أشهر حتى يحدث مثل هذا الحلم الذي كان منتظرا من قبل المفاوضين الفلسطينيين؟ ما يحدث للأسف الشديد أستطيع أن أزعم أنه معروف لدى المفاوض الفلسطيني ولدى المفاوض العربي بشكل عام. وكما قلت أن المفاوض العربي الذي ذهب إلى المفاوضات مع العدو الإسرائيلي لم يضع حدودا محددة يلتزم بها ولا يتخطاها في مفاوضاته، وإنما ترك كرة المفاوضات الكرة تلف وتدور ويعود إلى نقطة البداية. ما هو معروض الآن والذي قيل إن وزير خارجية العدو الإسرائيلي يعكف على إعداده هو دولة مؤقتة على 40% من مساحة الضفة الغربية. الضفة الغربية تعادل 22% من فلسطين الأصلية، هتاخد منها 40%، يعني كأنك هتاخد تقريبا يعني 12%. مشروع ليبرمان هذا في إجماع في المواقف الفلسطينية على رفضه بشكل قاطع يعني. احنا لو حودنا لهذه الأوراق وأخذنا بها مع الرفض ده يكون علني، لكن للأسف الشديد في الجلسات السرية بنسمع الآن أشياء مختلفة. طيب. بغض النظر هل ان احنا متفقين على انها مسلم بها او هي ما زالت موضع جدال. انا سمعت امس الحلقه بتاعت الدكتور صاحب عراقات مع الاستاذ احمد منصور في الجزيره. انا لم افهم ماذا يريد هذا ولا ما يريد ذلك. ما الذي يريد الدكتور صاحب عراقات ان ينفيه بالضبط؟ وهنا سيرجع مسؤوليه من الذي يراجع المفاوض الفلسطيني فيما يفعله. هل هناك هيئة وراه؟ وده سؤال هام جدا يعني يتعلق بشرعية السلطة الفلسطينية، الشرعية السياسية على الأقل في إبرام هكذا اتفاقات. كمان إذا قيل أنه سوف تعرض يعني نتيجة هذه المفاوضات إذا كانت في شكل معاهدة نهائية للسلام على الفلسطينيين لكي يقروها أو يرفضوها. الحديث الآن عن أنه من سوف يستفتون على هذا الحل الشامل هم فقط فلسطينيو الداخل، مع إسقاط هذا الحق عن فلسطينيو الشتات اللي هم النسبة أو العدد الأكبر من الفلسطينيين. قبل ما نصل إلى الاستفتاء، المفاوض الفلسطيني من هو؟ أنا لا أقلل من شأن المفاوض الفلسطيني ولا أخذ من هذا ولا أحب أن أنال من هذا أو ذاك، ولكن الشعب الفلسطيني غني بخبرائه في السياسة الدولية وفي العلاقات الدولية وفي الشؤون القانونية وفي القانون الدولي. ما الذي جعل المفاوض ينساق إلى هذه الأمور ويقدم عليها دون أن يستعين بهذه الخبرات الفلسطينية التي تستطيع أن تساعده مساعدة كبيرة؟ أبو علاء وهو يذكر في كتابه عن أوسلو بيتحدث أن المفاوض الإسرائيلي حينما جاء إلينا بالاتفاق على الاتفاقات الأولية لم تكن اتفاقيات نهائية، كان وراءه خبراء في الاستراتيجية وفي الاقتصاد ووزراء ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية كلهم عرض عليهم، بالإضافة إلى إسحاق رابين رئيس الوزراء في ذلك الوقت وشيمون بيريز وزير الخارجية ويوسف بيلين الذي كان يلعب دور العراب أو المفاوض ما بين الجناحين. كان وزير عدل في حين كان وزير عدل في هذه الفترة. كل هؤلاء كانوا مرجعية للجانب الإسرائيلي. أين مرجعيتك في منظمة التحرير الفلسطينية؟ كانت في مرجعية موجودة في تونس، كان على رأسها الرئيس الراحل أبو عمار، معه نوفل ومعه أبو مازن ومعه. أنا بعتمد هنا على قراءة أخ أحمد ليس الأجدى أن يكون المرجعية هي الميثاق الذي أيضا تم تغييره؟ مع الميثاق يعني أفرغوه من قيمته للأسف الشديد. يعني هم حينما ذهبوا إلى المفاوضات كانوا قد أفرغوا الميثاق الوطني الفلسطيني
من قيمته ومن من دلائله. البعض يرى انه يعني عدم حاجه المفاوض الفلسطيني او عدم لجوءه الى هكذا خبراء اللي حضرتك بتوصفهم ناتج اساسا من انه عنده تصور معين لاداره هذا الصراع بهذا المفهوم. الطرف الاسرائيلي في المقابل والمدجج بكل هذه الخبرات عند كل نقطه يقول لا انا عندي راي عام داخلي رافض، عندي راي عام بيضغط، وعند اقرب فرصه كمان تسقط حكومه وتعود حكومه جديده ويبقى المطلوب ان احنا نعود معها عند نقطه الصفر. يعني تصور فريق من الفلسطينيين بان الحياه مفاوضات بدون سقف زمني وبدون اطار، يعني ده يوصلنا لايه في النهايه؟ هذه هي الخطيئه التي يرتكبها السلطه الفلسطينيه الراهنه. ابو عمار رحمه الله ايا كان الراي فيه الا انه كان يجمع بين المقاومه والمفاوضه، ويعرف جيدا من خبرته بتجارب الشعوب المختلفه انه لا يمكن ان تؤدي المفاوضه الى اي شعب من الشعوب مجرد المفاوضه وحدها ان يحصل على حقوقه ولا على تقرير مصيره، بدايه من الفيتناميين الى اي شعب من الشعوب خاض حربا من اجل ان يستخلص ارضه وحقوقه من غاصبيها الا ولجأ الى ان يدمج ويمزج ما بين المفاوضه وما بين القتال ايا كان شكل هذا القتال. فاذا ما تذكرنا ان السيد محمود عباس ابو مازن مع كل التقدير والاحترام لاسمه ولدوره، وحتى لا نغضب احدا من الشعب الفلسطيني الذي يعتز برئيسه كما يعتز اي شعب عربي برئيسه، منذ البدايه اخذ على الانتفاضه الثانيه انها كانت انتفاضه مسلحه، وكتب هذا في مقال شهير له. ثم لما رحل ابو عمار واصبح هو رئيسا قرر اكثر من مره انه لن يلجا الى العمل العسكري، واقرب مثل على ذلك لقائه قبل 3 أيام مع رؤساء تحرير الصحف المصريه، فقال انه لا يؤيد اللجوء الى العمل العسكري. هل نحن نطلب العمل العسكري كده من ذاته ولا وسيله يعني وحدها؟ لا، احنا بنقول الدمج ما بين التفاوض وما بين العمل العسكري. من يتابع تأثير العمليات العسكرية التي شهدتها الانتفاضة الفلسطينية الثانية على الإسرائيليين جيشا وشعبا وإدارة وحكومة وامتدادات خارجية في دول مختلفة، يعرف أن هذه العمليات العسكرية كان لها تأثير كبير على موقف الإسرائيليين، وعلى الأقل هذه العمليات هي التي دفعت الإسرائيليين إلى أن يقبلوا الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن كانوا يقولون أنه لا يوجد شيء اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، ولا حتى جولدا مائير قالت أنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني. دعتهم يقبلوا إلى حد ما بإعادة جزء من الأراضي الفلسطينية. لكن لو ذهب أي مفاوض فلسطيني أيا كان وزنه وأيا كانت ارتباطاته وأسانيده العربية والدولية إلى التفاوض بالشكل الراهن، فلن يحصل على شيء مهما طال المدى. هم بيقولوا أستاذ عبد العال في المفاوضات أنه المبدأ الأساسي أنك لا تستطيع أن تكسب بالمفاوضات ما لا تستطيع أن تكسبه بالقوة. يعني أي منطق يعني فيما يتعلق بأنه الطرف الفلسطيني يسقط كل الخيارات الأخرى، مع أنه حتى المبدأ البسيط اللي بيتكلم عنه الكثيرين بأنه المقاوم يشد أزر المفاوض، وأنه يستطيع أن يلوح بهذه الورقة عندما يتفاوض أن هناك بدائل أخرى يمكن أن ينحاها الشعب الفلسطيني إذا أسقطوا هذا الخيار. يعني ما الذي يمنع أن يقدم هؤلاء أنفسهم للطرف الإسرائيلي على أنه إما أن تجلسوا تتفاوضوا وتصلوا إلى اتفاق مع هؤلاء أو أن يكون البديل أولئك؟ للأسف الشديد القيادة الفلسطينية المتنفذة في منظمة التحرير حاليا وفي السلطة الفلسطينية لا تطرح الخيار بهذا الشكل للأسف. نقول نحن هنفاوض، المفاوضة مطلوبة في حد ذاتها، وكأن المفاوضة ستعيد لنا القدس وتعيد لنا الضفة الغربية وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت في عام 1967 بالإضافة إلى حقوق الفلسطينيين. وكما لا يخفى عليك أخ أحمد، حق اللجوء اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. القرار قال العودة أو التعويض، هو القرار 194، يعني ليس مجرد العودة فقط وإنما العودة والتعويض عن السنوات التي قضوها في الشتاء. مناسبات كثيرة يا أخ أحمد كان يمكن أن يطرح فيها حق العودة.
طبقا للقرار 194، ولكن المفاوض الفلسطيني فرط فيها. على سبيل المثال الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بمناسبة إقامة الجدار العنصري الفاصل ما بين أراضي 48 وأراضي 67، هذا الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية كان يمكن تفعيله وأخذه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصعد به الموقف تفاوضيا إلى أن تصل إلى إقرار حق اللاجئين في العودة. ولكن ما الذي حدث؟ وضع هذا القرار منذ صدوره، عرض مرة واحدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم وضع في الأدراج ولم يمسه ولم يقترب منه أحد، مثل ما حدث في تقرير جولدستون الذي أثير بالنسبة لهذه الأوراق. أين هو؟ طيب، كل ما تحدثنا فيه إلى جانب تقرير جولدستون اللي حضرتك أشرت إليه وغيره من الوقائع على الأرض، يعني تعمق مسألة الانقسام الفلسطيني الآن الحاصل سواء على الأرض زي ما بقول بين الضفة وبين غزة، أو بين مشروعين هما مشروع التسوية السلمية ومشروع المقاومة. يعني تأثير أولا مثل هذه الوثائق وهذه الحالة التي وصلنا إليها على مستقبل المصالحة الفلسطينية كيف يكون؟ للأسف الشديد سيؤدي إلى تعميق الخلافات الفلسطينية، ويعني في مظاهرات أظن في غزة تستنكر موقف المفاوض الفلسطيني وتدينه وتشجب وتطالب بتغييرات، علما أنه أنا يعني في ظني أن هذه الأوراق كانت يمكن أن تدفع إلى تقارب فلسطيني. كيف؟ أولا أن تشكل لجنة فلسطينية سياسية وعلمية ومن خبراء في القانون وفي صياغة المعاهدات وتراجع هذه الأوراق، هل هذه الأوراق صحيحة أم غير صحيحة؟ هل التنازلات التي وردت فيها تنازلات حقيقية ولا تنازلات في أحاديث خارج إطار المحادثات؟ طيب، عند الطرح العقلاني اللي حضرتك بتقدمه واللي أعتقد أنه الأحداث تجاوزته، على كل حال هستأذن حضرتك في فاصل، نرجع بعد نكمل كلام. فاصل، نرجو أن تتفضل.